ما كانش بيحصل معاك مواقف تكون نفسك في حاجة معينة ومخطط لها ومظبط الأمور من كل ناحية وتلاقي الحاجة دي ما بتجيش؟ حصل معانا كلنا. هو ده النصيب. تبقى بتعد نفسك لشغل وتلاقي نفسك اترفضت في الشغل ده، بتعد نفسك لعلاقة وتلاقي العلاقة دي بتفشل فشل ذريع، بتعد نفسك في حاجات كتيرة قوي وتلاقيها بتبوظ والدنيا بتنقلب رأسا على عقب. هو ده النصيب. النصيب ربنا بيبقى شايف حاجة انت ما انتش شايفها، لان انت علمك محدود وقدراتك محدودة وافكارك محدودة بالنسبة لعلم ربنا وقدرات ربنا. فربنا بيبقى شايف ان العلاقة دي لو كملت هتجيب لك مشاكل كبيرة قوي بعد كده، لان ربنا عالم بنفوس الناس. ربنا عالم ان الشغل ده لو انت استمريت فيه هيجيب لك مشاكل، فبيبعدوا عنك عشان المشاكل ما تجيلكش، لان اللي بيعمل هو ربنا. الحاجة ما بتبص منها لنفسها، ده ربنا اللي بيوقفها علشانك انت في الاول وفي الاخر. فتعلم بقى اللي فيه الخير ومن نصيبك والله ما هيروح لغيرك. شغل، جواز، فلوس، عربية، اي حاجة من الدنيا، واللي هيحافظ لك عليها هو ربنا، لان هو اللي خالقها وضامنها لك. فما تشيلش هم وما تتعبش نفسك انك تدور في الحاجة اللي مش موجودة عنك وليه ما جاتش، وبعد اللي بعمله ده كله يا رب في الاخر ما تجيش ليه يا رب. افهم بقى، افهم اللي ربنا عمل ده كله خير ليك في الاول وفي الاخر. وخدها قاعدة كده في حياتك، ان الخير مش في الحاجة اللي انت تمنيتها، الخير في الحاجة اللي حصلت، واللي حصل ده ارادة ربنا، وارادة ربنا دايما لينا خير. بس اللي فيه الخير ما بيروحش، ولو راح يبقى ما كانش اصلا في خير من البداية. ربنا بيقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. ليه يا رب تعمل معانا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني تفضل في توازن ما بين الاتنين. فبالله عليك ما يتكسرش قلبك لو في حاجة انت تمنيتها في يوم من الايام وما جاتلكش. ما تزعلش، انت ما انتش عارف ربنا لما بعدها عنك بعد وراها شر قد ايه كان جايلك. واعرف دايما ان ربنا بيختار لك الحاجة اللي انت تكون مرتاح فيها. ربنا يحب يشوفك كده علشان تشكر ربنا على النعمة دي، فالنعمة دي تبتدي تزيد. لكن الحاجة المعرقبة اللي مليانة مشاكل وبوظان وانت عمال تموت نفسك وتجري وراها مش هتجيلك. هي بتبعد عنك ليه؟ عشان انت تفهم بقى وتبعد. فما تعاندش قدر ربنا، خلاص. الأحسن منها مستنيك، الأجمل منها مستنيك، الحاجة اللي فيها راحة أكتر منها مستنيك. افهم بقى كده في حياتك، كل اللي بيحصل في حياتك هو خير من ربنا، ولو ما تمش برضه هو الخير ليك. فتقبل أقدار ربنا في كل حال سواء خير أو شر، واعرف إن كل حاجة في الدنيا اسمه ونصيب.